كلمات ايطالي بتتقال في مجال الموسيقى، الميوزك او الميوزك او المزيكا. زي ما اتفقنا مع بعض وعرفنا ان في كلمات كتيره جدا ايطاليه بتتقال في مصر، ولانها كلمات كتيره جدا فاحنا اتفقنا ان احنا نقسمها لمجالات مختلفه، لان الكلمات دي شائعه وموجوده في مجالات كتيره جدا. من ضمن الكلمات الايطاليه اللي بتتقال في مصر كتيره جدا في مجال الميوزك او الموسيقى. ليه كلمة مزيكا أصلا جاية من موزيكا بالمناسبة، يعني هي حتى أقرب للنطق الإيطالي، هي جاية من موزيكا، هي بالإنجليش ميوزك بس هي بتقال موزيكا مش موزيك، فهي أقرب للنطق الإيطالي فهي إيطالية. مش بس كلمة موزيكا، الكلمات الميوزك عموما أو كلمات المزيكا عموما مش في مصر بس، يمكن في العالم كله معظمها إيطالي. الكلمات الخاصة بالميوزك في العالم كله تقريبا معظمها إيطالي. زي كلمة بيانو، بيانو اللي هو البيانو فورتي، البيانو او بالاختصار بتقال البيانو، البيانو فورتي او البيانو اللي هو آلة البيانو. بيانو كلمة ايطالي طبعا. زي الفيولا كلمة ايطالي. زي التشيلو، آلة التشيلو. زي الفيولا بس فرق في الحجم طبعا. دي ايطالي. كلمة مايسترو، مايسترو كلمة ايطالي. كلمة كونشيرتو، كونشيرتو يعني حفلة ميوزك، دي كلمة ايطالي طبعا، هي بالانجلش كونسرت بس هي بتنطق في مصر بالنطق الايطالي بتاعها، لان بالانجلش بتنطق كونسرت. كونشيرتو اللي هي بتقال على الكونشيرتو اللي هي حفلة الميوزك اللي هي دي كلمة ايطالي طبعا. سولو، بيغني سولو، سولو يعني بالايطالي يعني مفرد، بيغني سولو يعني بيغني لوحده، يعني بيغني بشكل منفرد مفرد يعني. سولو دي كلمة ايطالي. كلمات كتيرة جدا جدا في الميوزك كلمات ايطالية، مش بس في مصر، يمكن تقريبا في العالم كله. في بس ملحوظة، كلمة جيتار هي مش ايطالي، يعني من ضمن الادوات الميوزك اللي هي اسمائها بالايطالي اساسا كتير جدا، لكن كلمة جيتار هي مش من اصل ايطالي، هي بالايطالي كيتارا. هي الكلمة دي كلمة الجيتار هي من اصل اسباني مش ايطالي، هي جاية من كلمة جيتارا، بالايطالي كيتارا، فطبعا جيتار هي اقرب للجيتارا مش اقرب للكيتارا، فهي كده جاية من الاسباني مش من الايطالي. جراتسيه.